السلام عليكم دكاتره وباشمهندسين اولى ثانوي. ازيكم يا دكاتره؟ ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبالف مليون سلامه. حابب اعرفك بنفسي في حاله ان انت ما تعرفنيش، فانا اسمي الدكتور محمود المشتولي، ودلوقتي ان شاء الله انا جاي اذاكر معاك ليسون 4 فين؟ في الانتجريتد ساينس. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الليسون ده سهل جدا فوق ما تتخيل، لذيذ جدا، مش محتاج مننا حفظ. كل اللي احنا هنعمله هتقعد تسمعني كويس وتفهم، وهنقعد نحل مع بعض. بعد ما نخلص الحصه النهارده هنقعد نحل مع بعض شويه اسئله ونشوف احنا فهمنا ولا ما فهمناش. قشطه؟ اتمنى تكون قشطه. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. يلا بينا نبدا ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهات كوبايه قهوه او كوبايه نسكافيه او كوبايه اي حاجه انت بتحب تشربها وانت قاعد بتتفرج على المدرس، يعني وانت قاعد بتفهم دلوقتي الحصه. اهم حاجه تكون انت بس دماغك رايقه، حاول تبقى دماغك رايقه. حصه النهارده لذيذه جدا. قشطه قشطه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. درس النهارده بيقول لك ايه؟ درس النهارده بيقول لك ان مفيش ميه في الدنيا دي، مفيش ميه في الدنيا دي بيور 100%. بامانه والله لازم يبقى دايب فيها حاجه. يعني لا بحر ولا محيط ولا نيل ولا نهر ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. لازم يبقى في حاجه دايبه فيها. قشطه قشطه. طب يا مشتري معلش دلوقتي يا مشتري لو انا معايا كوبايه ميه، دلوقتي لو انا معايا مشتري كوبايه ميه اهي، صح؟ دي كوبايه ميه اهي، ووتر، بيور ووتر. درجه غليانها كام؟ البويلنج بوينت بتاعتها بتغلي عند درجه حراره كام يعني؟ درجه الغليان بتاعتها عند درجه حراره 100 ديجري سلسيوس. الفريزنج بوينت يعني درجه تجمدها بتتجمد عند درجه حراره كام؟ عند 0 ديجري سلسيوس. ده بيور ووتر، ها؟ بيور 0 ديجري سلسيوس. ايوه ده حقيقي فعلا. طب ايه رايك لو جبنا الميه دي ودوبنا فيها اي حاجه، ملح سكر ميه ايا كان، يعني ما بقتش ميه؟ لا ما بقتش ميه، بقت ايه؟ حاجه هقولها لك كمان دقيقه بالظبط. بقت حاجه جديده، ما بقتش ميه. هي بقت ميه، هي لسه ميه بس ميه دايب فيها ملح، ميه دايب فيها سكر، ميه دايب فيها ايا كان الحاجه اللي انت حاطط فيها بنزين يا معلم، عايز تولع في الماء ماليش دعوه. هي حاجه جديده، حاجه جديده. تفتكر بقى درجه الغليان بتاعت الحاجه الجديده دي حاجه جديده اهي، صح؟ درجه الغليان يعني البويلنج بوينت، البي بي يعني البويلنج بوينت، درجه الغليان بتاعتها كام يا كبير؟ ما اعرفش. ايوه يعني ايه ما تعرفش؟ مش دي ميه؟ يبقى اكيد 100%. لا دي مش ميه، دي حاجه، دي ميه دايب فيها حاجه. يعني درجه غليانها مش تبقى 100%، مش تبقى 100 درجه. ايه ده بجد؟ ما هي حاجه جديده بقى. طب يا مشتولي درجه غليان الحاجه الجديده دي اللي هي عباره عن ميه ودايب فيها حاجه ازيد من 100 ولا اقل من 100؟ نعم. طب يا مشتولي الفريزنج بوينت درجه تجمد السائل ده كام؟ حصه النهارده بقى بتقول لك ايه؟ احنا عايزين نعرف البروبرتيز بتاعت الحاجه الجديده اللي طالعه لي دي. عايزين نعرف صفات الحاجه الجديده اللي طالعه لي دي. فالنهارده هنتكلم عن 4 مواضيع. كم موضوع؟ 4 مواضيع. نعرف فيهم الصفات بتاعت الحاجه الجديده اللي طالعه لي دي، سواء بويلنج بوينت سواء فريزنج بوينت. وحاجتين كمان كده، حاجه اسمها فيبور بريشر. فيبور جاي من اسمها فيبور، بخار. بريشر يعني ضغط. سيبك من الاسم، سيبك من الاسم دلوقتي. وحاجه اسمها اسموتيك بريشر، دي حاجه تفهم موت بقى، ما تقلقش منها برضه. قشطه قشطه. يبقى صلى على النبي. دلوقتي بقى يا معلم انت معاك كوبايه ميه اهي، الميه اهي، دي كوبايه ميه. طب ماشي، هنحط فيها ايه؟ هدوب فيها ملح. الملح هو يا باشا بودره ايه او سكر او ايا كان الحاجه اللي انت حاططها. هي من الاول للاخر هي كميه صغيره، شويه ملح هيدوبوا في ميه هيكونوا لي حاجه جديده. طب ما ثانيه واحده بقى يا مشتولي، ايه اسم الحاجه الجديده اللي هتتكون دي؟ ملح في ميه. ايوه. لا قول لي بقى مسميات. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. شايف الكميه الصغيره اللي هتدوب في الكميه الكبيره؟ الكميه الصغيره بنقول عليها اسمها ايه؟ بص ركز في الحته دي. يوت، حرف اليو، سوليوت. طب الكميه الكبيره اللي هيدوب فيها الملح اسمه بص سولفنت. في يبقى السوليوت يدوب في السولفنت. قشطه قشطه. طب انت هتتلخبط ما بين السوليوت والسولفنت، عشان ما نتلخبطش بنعمل ايه؟ بص يا معلم، اليو ده حرف صغير عامل زي كف ايدي كده، عامل زي كف ايدي والله. بص كف ايدي اهو، حبه صغيرين. بجيب شويه ملح صغيرين قد كف ايدي. طب الكوبايه، كوبايه الميه دي حبه كتير جدا. بص حبه ميه قد كده اهو، حرف الفي اهو. بص السولفنت حبه قد كده اهو.
هتزعل مني في حاجه؟ لا، يبقى دي الكميه الصغيره وده الكميه الكبيره. طب معلش نسال السؤال بقى، الكميه الصغيره تدوب في الكميه الكبيره تطلع لي ايه؟ حاجه جديده. طب اسم الحاجه دي ايه؟ قال لك اسمها سوليوشن، محلول. محلول يعني حاجه دايبه في حاجه. محلول يعني حاجه دايبه في حاجه. قشطه؟ محلول يعني حاجه دايبه في حاجه. فل يا رجاله، اتمنى لكم فل. يبقى صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. لو جيت سالتك سؤال بقى، ايه تعريف السوليوت؟ هتقول لي يا مشتولي هي الديزولفد سبستانس ان ذا سولفنت. نعم، هي الماده اللي دايبه في السولفنت بس كده؟ اه والله العظيم، هي الديزولفد سبستانس يعني السولفنت. وبالمناسبه هي بتبقى موجوده بكميه صغيره جدا جدا جدا، يعني هي بتبقى موجوده بسمول اماونت يا كبير، او سمول كوانتيتي، كميه صغيره. طب تعالى هنا، لو قلت لك تعريف السولفنت هتقول لي ايه؟ هتقول لي ثانيه واحده مش ده، هقول ايه؟ دي اكيد الحاجه اللي بيدوب فيها السوليد، برافو عليك. وفي نفس الوقت هي الكميه الكبيره في السوليوشن، فهي بمعنى اصح هي المين كومبوننت، هو المكون الرئيسي لمين؟ وفي السوليوشن ذات السوليد ديزولف ان ات. بس يا معلم كده صعبه؟ اتمنى يكون لا. طب خلاص يا باشا قشطه. ده انا بقول لك لو سالني على تعريف، ده لو سالني على تعريف. طب تعالى هنا يا معلم، السوليوشن مشتولي السوليوشن ده المحلول، ده الاثنين على بعض. ايوه. السؤال بقى دلوقتي، لما الملح يدوب في الميه تعرف تفرق لي دلوقتي ما بين الملح والميه؟ لا. طالما ما تعرفش تفرق ما بين الملح والميه فبنقول عليه ده هوموجينس ميكتشر، خليط متجانس. يعني ايه متجانس؟ يعني ما تعرفش تفرق ما بين مكوناته وبعضها. انت ما تعرفش تقول لي ان ده ملح وميه، ولا تعرف تقول لي ده سكر وميه. ده اسمه هوموجينس ميكتشر. عباره عن ايه الهوموجينس ميكتشر ده؟ عباره عن سوليوت زائد سولفنت، consists of solute plus solvent. هتزعلان؟ ده يا باشا التعريف الثلاثه. خلاص حلو، انا اتفقت معاك ان الميه ليها بروبرتيز تخصها. درجه غليانها 100 ديجري سليزيوس. البويلنج بوينت، الفريزنج بوينت بتاعتها مالها يا مشتولي؟ 0 ديجري سليزيوس. اسالك سؤال بقى تاني، تفتكر بقى البويلنج بوينت بتاعت الراجل ده كام؟ الحاجه الجديده دي كام؟ والفريزنج بوينت كام؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه النهارده. فالنهارده هنتكلم على البروبرتيز بتاعت السوليوشن، هنتكلم على البروبرتيز بتاعت السوليوشن. طب اسمها ايه البروبرتيز دي؟ اسمها الكوليجيتيف بروبرتيز. ومعنى كلمه كوليجيتيف بروبرتيز هي البروبرتيز بتاعت السوليوشن. البروبرتيز بتاعت السوليوشن اول حاجه هنتكلم عنها باذن الله، وهي حاجه اسمها الفيبور بريشر. دي اول حاجه هنتكلم عنها، ودي اهم حاجه في درس النهارده. تاني حاجه هنتكلم عنها وهي البويلنج بوينت، درجه الغليان. ده اللي انا عايز اعرفه. عايز اعرف كميه البخار اللي ممكن تطلع، فيبور بريشر يعني كميه البخار اللي ممكن تطلع من السوليوشن. عايز اعرف البويلنج بوينت بتاعتها، درجه غليانها. عايز اعرف الفريزنج بوينت بتاعتها. الفريزنج بوينت بتاعتها او معرفش بقى كام بقى، ايا كان رابعا قصدي انا اسف، حاجه اسمها الاسموسيس او الاسموتيك بريشر. اسموتيك بريشر هو عالي ولا قليل ولا ايه بالظبط؟ دول الاربع مواضيع اللي هنتكلم فيهم في حصه النهارده. نمسك الدنيا واحده واحده، صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واحده واحده ونفهم الدنيا مع بعض. الدرس والله فهم، والله الدرس ما صعب، الدرس فهم جدا ومفيش في اي حاجه. حتى انت لما تيجي تحل في الاسئله انت مش محتاج تحفظ، انت فاهم المعلومه خلاص هتعرف تحل. قشطه قشطه، صلوا على النبي. بص يا رجاله، اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. بص يا معلم، كنت هقول لك ايه؟ ماشي. الفيبور بريشر، نبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده. الفيبور بريشر مبدئيا كده انا برمز له برمز، احنا بنرمز له برمز في، وفي علامه بي كده صغيره تحتيها. فيبور بريشر ماشي. يعني ايه فيبور بريشر؟ هفهمها لك الاول بعد كده لما نشوف حوار التعريف ده. انا كده ما بهتمش بالتعريفات ليه؟ عشان الامتحان بتاعك بيجي تشوز.
اختيارات، معظمه بيجي اختيارات. لو انت عام، لو انت ازهر بيجي تعريفات والكلام ده كله. فافهم التعريف، افهم التعريف، بعد كده انت تعرف تالف التعريف من دماغك بقى كانجليزي يعني. قشطه قشطه. ايه الفيبو بريشر ده بقى يا معلم؟ صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انت معاك كوبايه ميه، كوبايه ميه ايه؟ صح؟ دي كوبايه فيها ووتر. انا هشرح على الميه الاول اللي هي رمزها H2O. هي كلها عباره عن ميه. حلو. هسالك سؤال قبل ما اشرح دلوقتي. تخيل نفسك كده وانت قاعد، مثلا جبت كيس بلاستيك، كيس بلاستيك وحطيت عليه نقطه ميه، وحطيته على الترابيزه ومشيت، بس الكيس عليه نقطه ميه، كيس بلاستيك تمام، وكيس قوي شويه. قوي يعني ايه؟ يعني ماسك نفسه. فل حطيت عليه نقطه ميه. اتمشى 10 دقايق في الشقه ولا لف لفتك، اعمل اللي انت عايزه وارجع تاني، تعالى بص على الميه. هل هتلاقي نقطه الميه موجوده؟ لا، مش هتلاقي نقطه الميه موجوده. لا. هل في حد من اخواتك الخنازير دولت راح شفط النقطه دي؟ اكيد لا، يعني مش دي اللي هتخليهم عايشين يعني. امال ايه اللي حصل؟ عارف نقطه الميه اللي وقعت على الكيس دي، تعرف ايه اللي حصل لها؟ اتبخرت. ايه؟ والله اتبخرت. اتبخرت ازاي يا مستر؟ هو اصلا وانا ما سخنتش. لا، هم لقوا ان الميه اصلا الطبيعي بتاعها ان في شويه موليكيولز. يعني ايه موليكيولز؟ يعني حاجات صغيره جدا 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 بتطير هنا، تطير هنا، تطير هنا، تطير هنا، تطير هنا، عماله بتطير يا كبير. مش في شويه موليكيولز عماله تطير؟ حد زعلان؟ ان شاء الله كل لا. طب صلى على رسول الله يا باشا عليه الصلاه والسلام. حلو. طب الموليكيولز دي بتطير منين؟ من على السطح، من على السطح فوق، على السيرفس من فوق، على السطح من فوق. بجد والله العظيم. ماشي. طب ازاي بتطير يا مستر؟ بتطير من بعض. ازاي بيطيروا من بعض؟ والميه اصلا ماسكه في بعضها بحاجه اسمها هيدروجين بوند، ببوند او برابطه او بارتباط اسمه هيدروجين. فاكر اللي احنا خدناها في ليسون 2؟ فاكر؟ هو احنا خدنا في ليسون 2 ان الميه لما بتمسك في بعض بتمسك بحاجه اسمها هيدروجين بوند. ايه الهيدروجين بوند دي؟ دي رابطه ضعيفه جدا 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 جدا، يعني سهله تتكسر بسهوله جدا. هي الميه ماسكه في بعضها هنا، الميه ماسكه في بعضها هنا بهيدروجين بوند، بس بتتفك بسهوله جدا. فالميه طول ما هي واقفه كده لوحدها بتتبخر، بتطلع على هيئه فيبور، تطلع على هيئه فيبور. طب معلش هسالك سؤال، هي بتتحرك صح ولا انا غلطان؟ بتتحرك. الفيبور اللي طلع ده دلوقتي هو بيتحرك ولا هيفضل متعلق فوق كده فاكر نفسه بيلعب سوسته مثلا، يطلع وينزل يطلع وينزل يطلع وينزل؟ لا، هو طلع وبيلوش بقى. يعني ايه بيلوش؟ انا كحته بخار، انا كحته بخار طلعت من المايه دلوقتي، انا طلعت من المايه اهو دلوقتي، لقيت مثلا ايه الكوبايه على جنبي، لقيت الكوبايه جدار الكوبايه جنبي، فوانا ماشي كده خبطت في الكوبايه، وانا ماشي شمال خبطت مش عارف ايه، وانا طالع بطلع اخبط في الحيطه. ايه ده؟ ماشي. يعني انت عمال تخبط في الناس، عمال تضغط على ايه؟ عمال اخبط على الناس، فبيعمل بريشر. يعني البخار بيعمل بريشر، ضغط، بيضغط عليهم. البخار بيعمل بريشر، ضغط. طب معلش بقى يا مشتولي، فهمني اكتر عشان مش فاهم. تخيل حته الكوبايه دي يا معلم، تخيل حته الكوبايه دي مقفول عليها. تخيل حته الكوبايه دي، كوبايه المايه دي مقفول عليها. تخيل حته الكوبايه مقفول عليها. قشطه؟ مقفول عليها يعني انت جبت كوبايه ميه اهي وحاطط فوقيها اي حاجه مثلا، وحاطط فوقيها اي حاجه. دي كوبايه ميه بيور، بيور عادي، بيور ووتر عادي. انا قلت لك ان الميه بتتبخر، الميه بتتبخر، مفيش ميه ما بتتبخرش، الميه بتتبخر. لو جيب اي حاجه، جيب اي حاجه ما بتمتصش الميه وحط عليها نقطه ميه وسيبها وامشي هتتبخر. طب مش مصدقني؟ مش مصدقني؟ ابسط مثال، ابسط مثال، وانت في اسكندريه مثلا او في اي حته فيها بحر، روح اسكندريه، روح اي حته فيها بحر مهما كانت، ووقف وشوف بص على اي عربيه جنب البحر سواء بالليل او الصبح، هتلاقي في ميه على العربيه. الميه دي جت منين؟ من البحر. ما البحر بيتبخر والله. قشطه. المهم بقى يا معلم، تعالى هنا. انت عايز تتاكد ان في بخار بيطلع وبيعمل ضغط صح؟ صلى على النبي. شايف البخار ده؟ ده ميه قصدي صح؟ ساعات بتسيب بعضها وتعمل ايه؟ بتطير يا باشا. بيطير يا باشا والله، ده حقيقي فعلا. بتسيب الميه وتطير شويه كده بيطيروا.
طب هم طالعين هيقابلوا مين؟ هيقابلوا الحاجه اللي انت قافل بيها. ايوه، فهتعمل ايه تاني؟ هتنزل تاني تحت، يعني هتخبط فوق بعد ما حصل لها ايفابوريشن. العمليه اللي طالع لفوق طالع لفوق طالع لفوق، ده كده بعمل ايفابوريشن يعني تبخير. انا مش بسخن، ده الكلام ده بيحصل لوحده في الميه، مش بسخن، هو الكلام ده بيحصل لوحده في الميه. ماشي، طب الميه وهي فوق هتخبط فوق، فيحصل ايه؟ هي لما تخبط فوق هتبدا تنزل لتحت، فتعمل عمليه كوندنسيشن، او البخار يخبط فوق وينزل لتحت على طول. طب البخار الميه ده وهو نازل مش بيضغط على السيرفس بتاعت الميه؟ بيضغط على السيرفس بتاعت الميه، والله العظيم بيضغط عليها، والله بيضغط عليها. عمليه الضغط على السيرفس دي اسمها الفيبور بريشر. عمليه الضغط بتاعت السيرفس دي اسمها الفيبور بريشر. من الاخر هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ايه؟ ضغط بخار الماء. it is the pressure of the vapor on the surface. السيرفس بتاع مين؟ of the liquid. نقول تاني، لما اجي اسالك كده الفيبور بريشر هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن البريشر of the vapor هو ضغط البخار on the surface on a liquid surface. حد زعلان؟ ان شاء الله يكون لا يا باشا، واتمنى يا باشا تكون فاهم لحد دلوقتي. طب معلش نسالك سؤال بقى، انا اخطفك حته كمان بس في التعريف، حته كمان قوي صغيره قوي. معلش هسال سؤال، هتقعد تتبخر وتنزل، تتبخر وتنزل، تتبخر وتنزل، لما سرعه التبخير، سرعه يعني ريت سرعه التبخير تزيد لما تبقى ببخر كتير، وفي نفس الوقت الكوندنسيشن بينزل بسرعه. يعني كل ما بخر موليكيول تنزل موليكيول، كل ما بخر موليكيول تنزل موليكيول، كل ما بخر موليكيول ينزل موليكيول. الحاله اللي بيتساوى عندها البخار اللي طالع مع الكوندنسيشن اللي نازل، البخار اللي حصل له ايفابوريشن مع الكوندنسيشن اللي نازل، سرعه الطالع قد سرعه اللي نازل. يعني ايه سرعه؟ يعني انا مطلع 4 بنزل 4، اطلع 4 موليكيول ينزل 4 موليكيول. ده اسمه ايه؟ دي اسمها حاله اكويليبريم، حاله اتزان. حاله ايه؟ اتزان. والله العظيم مش تقولي دي اسمه اكويليبريم. ايوه، يعني ايه اكويليبريم؟ دايناميك اكويليبريم. يعني ايه دايناميك؟ يعني اكويليبريم حركي، يعني الناس بتتحرك. اتزان ديناميكي، بيتحركوا. ايه ده بجد؟ والله العظيم يا مشتول. يعني يا مشتول انت تقصد لما بتساوي الريت اوف الايفابوريشن، لما الريت اوف الايفابوريشن يساوي الريت اوف الكوندنسيشن، ساعتها بنقول عليها كوندنسيشن، ساعتها بنقول عليها ده دايناميك اكويليبريم. ايوه يا باشا والله العظيم. قشطه؟ اتمنى تكون قشطه. فهمت يعني ايه دايناميك اكويليبريم؟ ماشي. يبقى امتى يظهر الفيبر بريشر؟ امتى يظهر الفيبر بريشر؟ عند الدايناميك اكويليبريم. بامانه والله. هو كده في فيبر بريشر، كده في بخار، كده في ضغط في كل حته. تمام، كده في ضغط عموما، بس الفيبر بريشر لو انت عايزه يظهر قوي 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 قوي، فبتقول هو البريشر بتاع الفيبر اون ذا ليكويد سيرفيس ات الدايناميك اكويليبريم. معنى كلمه دايناميك يعني حركي، حاجه بتتحرك، دايناميك اكويليبريم. ادي لك مثال فلاحي شويه على الدايناميك اكويليبريم ده، حاجه مش عندك في المنهج بس انا اللي عايز اقولها لك، يعني مثال فلاحي قوي. قشطه؟ كان في طالبه عندي اسمها مديحه. قشطه؟ قابلتني فين؟ في سيتي سنتر الماظه او في اي مول، يعني قابلتني في المول. فقالت لي معلش يا مشتولي، قابلتني وسلمت عليا وبحبك يا مشتولي، ليك وحشه والله. ماشي يا ستي، عايزه ايه؟ قالت لي لو سمحت بس انا كنت عايز اسالك على سؤال. اتفضلي. هو فين الحمام؟ نعم فين الحمام؟ بس انا عايز اروح الدبليو سي معلش. خلاص قشطه، تعالى اوديك الدبليو سي. هوبا اطلعي فوق الدور اللي فوق ده، اطلعي السلم المتحرك ده اللي طالع ده اللي نازل اللي طالع ده، اطلعي السلم ده هتلاقي الحمام في وشك. فالست البت مديحه دي طلعت فلاحه، انا اسف يعني طلعت غبيه شويه، مش قصدي فلاحه ان هي غبيه، لا هي انا قصدي سيبك من كلمه فلاحه، هي غبيه شويه. وهي طالعه هي ركبت السلم اللي نازل. نعم والله ركبت السلم اللي نازل. حلو. هي كل ما تطلع السلم ينزلها تاني، كل ما تطلع هي تطلع السلم ينزلها، كل ما تطلع السلم ينزلها. المهم قالت تسرع نفسها شويه، كل ما تطلع السلم ينزلها، كل ما تطلع السلم ينزلها. قالت تسرع نفسها شويه، سرعت نفسها فعلا.
لحد ما بقت سرعتها بقت متساويه مع سرعه النزول، سرعه الطلوع بقى سرعه النزول، سرعه الطلوع بقى سرعه النزول. انا جيت ببص من على الجنب كده، لقيت البيت من جنب السلم، لقيتها ببص، ايه ده؟ هو انت ليه واقفه مكانك؟ انا شايفها واقفه، مش شايفها بتتحرك. طب انا ليه شايفها واقفه؟ هي بتتحرك، هي فعليا بتتحرك، هي فعليا دايناميك بتتحرك، بس انا شايفه ان هي واقفه. يعني اللي طالع بيساوي اللي نازل. ليه؟ عشان سرعه اللي طالع بيساوي سرعه اللي نازل، طلع 4 نزل 4. فهمتوا يعني ايه دايناميك؟ انا بفهمك الكلام بس. طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انت توصل كده يا مشتولي ان الميه ليها فيبور بريشر؟ الميه ليها فيبور بريشر. الميه ليها فيبور بريشر، ضغط بخار. يعني ايه فيبور بريشر؟ يعني بتتبخر، في قوه طالعه لفوق اسمها فيبور بريشر، في قوه بتخليها تتبخر اسمها فيبور بريشر. القوه اللي بتطلع لفوق تخليها تتبخر اسمها فيبور بريشر. بتطلع بخار، يبقى اي ميه بتتبخر، اي ميه بتتبخر. طب معلش هسال سؤال، هي الاتراكشن فورس ما بين الناس دي ايه؟ ما تنساش في البيور ووتر، في البيور ووتر الاتراكشن فورس دي هي هيدروجين بوند. ويك هيدروجين بوند، ربطه هيدروجين بوند ضعيف ما بين المولكيول وبعضها. طب لو ايه رايك يا مستر بدل ما نخليها ميه هنخليها ملح، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ بس قبل ما اخليها ملح ممكن اسال حضرتك سؤال؟ قول لي اسال. قول لي اسال. انا ايه اللي يخليني، انا لو عايز ازود كميه البخار، لو عايز ازود الفيبر بريشر اعمل ايه؟ ده سؤال والله بجد بجد. عايز ازود كميه البخار، ركز بقى. عايز ازود كميه البخار اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عايز ازود كميه البخار اللي طالع؟ ها، بخار يعني ابخر، يعني اعمل ايه؟ تسخين. يلا صل على النبي. عايز تزود الفيبر بريشر، عشان عايز تزود الفيبر بريشر صح؟ تزود درجه حراره. يعني من الاخر از التمبريتشر بتزيد، كل ما التمبريتشر تزيد ايه اللي بيحصل للفيبر بريشر؟ الفيبر بريشر بتاع الماده بيزيد هو كمان. ده في اي ماده؟ يعتبر في اي معظم المواد، يعني 3/4 المواد كده. كل ما التمبريتشر يزيد الفيبر بريشر بيزيد. يعني العلاقه ما بينهم ايه؟ دايركت ولا انفرس؟ دايركت يعني ايه؟ كل ما ده يزيد ده يزيد. انفرس يعني العلاقه عكسيه، لو واحد زاد الثاني يقل. لا هنا ده زاد وده زاد، يعني العلاقه ما بينهم دايركت. العلاقه ما بينهم ايه؟ دايركت. يعني لو جاب لك رسمه مثلا ما بين التمبريتشر، بيقول لك ايه؟ كل ما التمبريتشر تزيد ايه اللي يحصل للبخار؟ هتقول لي يا بتقول لي يا مشتولي يزيد. الرسمه بقى يا اما تبقى كده اهو، يعني كيرف طالع وخلاص، يا اما تبقى خط مستقيم، ايا كان هو جاب لك دي او دي، المهم تبقى عارف ان كل ما ده يزيد ده يزيد ده يزيد ده يزيد. حد زعلان مني في حاجه؟ يا ده يا كيرف طالع وخلاص، يا خط مستقيم. طب خلاص حلو. تعالى بقى يا معلم نحط على الميه ملح ونشوف ايه البروبرتيز اللي هتحصل لها. فهمت يعني ايه فيبر بريشر؟ انا كده فهمتك يعني ايه. يعني ايه فيبر بريشر؟ انا كده فهمتك يعني ايه فيبر بريشر. فيبر بريشر هي يعتبر بيني وبينك كده كاتنين فلاحين مع بعض، كاتنين فلاحين مع بعض. هي كميه البخار اللي طالعه، كميه البخار اللي طالعه، كميه البخار اللي طالعه. حد زعلان؟ اتمنى اكون لا. اعتبرها كميه البخار، هو ده لفظ غلط عشان بس لو في مدرس دخل يتفرج ولا حاجه يقول لك يا نهار ابيض مشتولي غلط. يا عم والله انا عايز افهمك انت، ففاكس بقى للمدرس قال لك غلط مش غلط مش مهم. اعتبر كميه البخار اللي يطلع، كل ما الفيبور بريشر يزيد ده معناه ان في بخار كتير طلع. قشطه؟ هتزعلان مني في حاجه؟ ان شاء الله اكون لا. دلوقتي هنعمل ايه يا باشا؟ دلوقتي هنجيب كوبايه ميه بملح. ماشي، ميه بملح. دي ميه اهي، هنحط فيها ملح. ماشي يا مشتوري، ثانيه واحده بقى. العمر ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. دي ميه، كوبايه ميه اهي، هنحط فيها ملح. هو الملح هيدوب في الميه صح؟ يعني هيخش ما بين الميه، هيخش ما بين ايه؟ الميه. يعني دلوقتي مثلا بقى هنا في ملحيه وهنا في ملحيه اهو، صح؟ ماشي. هسأل سؤال، هو الملح موجود فين؟ في وسط الميه يا مشتولي. يعني ايه في وسط الميه يا مشتولي؟
يعني هو واقف جنبه ميه وعلى يمينه ميه وفوقيه ميه وتحتيه ميه وكل حاجه بس انا كلامي دلوقتي على السيرفس. ليه السيرفس؟ عشان السيرفس هو اللي بيتبخر. ماشي، السيرفس اللي فوق اكيد في ملح في الوش كده، ما انت اول شفطه انت بتشفطها بيخش في طعم بقك كده ميه ملح، ميه بملح، صح؟ يعني السيرفس اللي فوق ده اكيد في ملح. حد زعلان؟ لا. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ يقول لي اتفضل. لا اله الا انت سبحانك انت من الظالمين. هنا كانت ميه بس. انا بعمل لك مقارنه ما بين الاثنين. هعمل لك مقارنه ما بين الاثنين، واحده ميه واحده ميه بملح، ونشوف ايه اللي هيحصل. قشطه؟ اتمنى تكون قشطه باشا. اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. فل ان شاء الله يكون فل. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بص يا رجاله، ده ميه، دي ميه بيور، ميه بيور ووتر، بيور اتش 2 او. انما الناحيه الثانيه ده سوليوشن. يعني ميه دايبه في ملح، ملح دايب في ميه. قشطه قشطه. المهم هنا بيتبخر الميه، الهيدروجين بوند تتكسر تتبخر، الهيدروجين بوند تتكسر تتبخر، الهيدروجين بوند تتكسر تتبخر، الهيدروجين بوند تتكسر تتبخر. فالحاجه اللي طالعه لفوق ده بخار طالع، فده بنقول ان هنا بيأثر عليه حاجه اسمها الفيبر بريشر، ضغط البخار. طب تعالى هنا، هل في ضغط بخار؟ ما اعرفش. في بخار بيطلع؟ ما اعرفش. طب تعالى نبص، هو الملح يا باشا ماسك في الميه ازاي؟ واقف جنب الميه، هل واقف وخلاص؟ لا، الملح ده عامل زي الايه، العيل الصغير الرخم. يعني انا حته ملحيه ماسكه في موليكيول ميه وماسكه في موليكيول ميه ومش راضيه اسيبها، خايفه اقع، خايفه اغرق، خايفه اغرق، خايفه اغرق، خايفه اغرق، لا ما حدش يطلعني. فهي ماسكه في الميه، هي ماسكه في الميه ومش عايزه تخلي الميه تطلع. بجد والله. يعني الملح ما بيخليش الميه تتبخر. فكل ما بزود ملح كل ما الملح يمسك في الميه اكتر، ومش عايز يغرق. الحقوني الحق، هو بيبقى خايف ان هو يغرق في الميه، يقول لك الحقوني الحقوني، فانا ماسك في الميه، انا كملح ماسك في الميه مش قادر، فالميه مش عارفه تطير اصلا. يعني ايه اللي حصل؟ يعني هنا البخار، كميه البخار قل. لو هنا طلع مثلا 4 موليكيول، هنا ممكن يطلع واحده بس موليكيول. بسبب ايه؟ بسبب ان الملح ماسك في الميه ومش راضي يسيبها. مش راضي يسيبها. انا في اتراكشن فورس بين الملح السولت او السوليوت والسولفنت، سوليوت يو والسولفنت في كميات كبيره. حد عنده اعتراض؟ ماشي. يبقى هنا الاتراكشن فورس بين الهيدروجين بوند اونلي. هنا الاتراكشن فورس في هنا اثنين اتراكشن فورس. الملح ماسك في الميه مش راضي يسيبها عشان ما يغرقش، الملح ماسك في الميه مش راضي يسيبها عشان ما يغرقش. هنا الاتراكشن فورس كام؟ هنا الاتراكشن فورس ايه؟ ما اعرفش انت شايف اللون ده ولا لا، بس هنا الاتراكشن فورس قوه الشد هنا ايه؟ هنا هيدروجين بوند اونلي في البيور ووتر. الناحيه الثانيه انت قول لي، بيحصل قوه شد اتراكشن فورس بتوين السولت اند السولفنت، السوليوت اند السولفنت، بتوين الميه والملح، وفي هيدروجين بوند في نفس الوقت بتوين الميه وبعضها، بتوين الووتر والووتر. ما تنساش بتوين الميه والميه في هيدروجين بوند برضه. حد زعلان؟ حد زعلان؟ حد زعلان بجد؟ حد مش فاهم اي حاجه؟ لا. فكميه البخار لما حطيت الملح زادت ولا قلت؟ قلت. ايه ده؟ يعني الفيبر بريشر بتاع السوليوت ايه اللي حصل له؟ الفيبر بريشر بتاع السوليوت، انا السوليوت ايه بتاع السوليوشن، قل عن الطبيعي. يعني مثلا اديني مثال حاضر، لو الفيبر بريشر بتاع الميه انا بهبط طبعا اي ارقام، لو الفيبر بريشر بتاع الميه ب 500، اليونت بتاعت الفيبر بريشر ملي متر ميركوري. مالناش دعوه بقى، مالناش دعوه باليونت دي، مش عليك، انا بهبد اي ارقام. لو الفيبر بريشر بتاع الميه 500 ملي متر ميركوري، يعني القوه اللي بتطلعها فوق القوه دي، يبقى ده اقل من 500 ولا اكتر من 500؟ لما احط الملح اقل من 500. اقل من 500 يعني 400 400 مثلا.
فاهم؟ بس ما تقوليش مثلا 495، لا انزل شويه، يعني مثلا 420 ما عنديش مشكله، 400. ما تقوليش 495 مثلا، ما تقوليش 470. انزل يا اسطى 50 40، فاهم؟ انزل رقم حبه حلوين صغيرين كده، يبقى حلو يا باشا. طب ممكن اسالك سؤال بقى تاني؟ هو انا لو زودت الملح، ايه اللي هيحصل للمولكيول اللي طاير ده؟ هل هيطير؟ لا. ده بجد والله. يعني انت مشتولي قصدك كل ما هزود الملح يا مشتولي ايه اللي يحصل؟ الملح يشد في الميه اكتر، الاتراكشن فورس بين السوليوت والسولفنت تزيد، فبالتالي الفيبو بريشر يقل اكتر واكتر. يبقى صلى على النبي. في السوليوت هنا، في السوليوشن، انا اسف في السوليوشن هنا الكلام سهل وبسيط. هقول ايه؟ از الكونسنتريشن بتاع السولت، كونسنتريشن يعني تركيز يعني ايه؟ يعني كميه السولت اللي انت حاططها في الميه. يعني مثلا تخيل تروح تعمل لابوك كوبايه شاي، في كوبايه شاي خفيفه وفي كوبايه شاي تقيله. ايه الفرق ما بين الكوبايه دي والكوبايه دي؟ الاثنين نفس الكوبايه بالظبط، بس انت هنا حاطط الشاي حبه صغيرين وهنا حاطط الشاي حبه كتار. ده اسمه كونسنتريشن، تركيز. كونسنتريشن يعني كميه. الكونسنتريشن بتاع السوليوت، كل ما الكونسنتريشن بتاع السوليوت يزيد يزيد، اللي بيحصل الفيبر بريشر يقل. يعني العلاقه ما بينهم عكسيه، عكس بعض. يبقى خلاص نرجع تاني بالزمن لورا كده. الكوليجيتيف بروبرتيز هي بتعتمد على ايه؟ اول حاجه يا باشا هي بتعتمد على بتعتمد على ايه؟ انا لسه قايل لك دلوقتي ايه اللي متحكم في الفيبر بريشر؟ كميه الملح. الملح. يعني كل ما الملح يزيد كل ما الفيبر بريشر يقل. طب ما هو الفيبر بريشر ده منين؟ ما هي دي كوليجيتيف بروبرتيز، هي وده كلهم كوليجيتيف بروبرتيز. يعني بيعتمد على ايه؟ ديبند اون ايه؟ على السولت كونسنتريشن، تركيز السولت كونسنتريشن. كونك يعني كونسنتريشن بيني وبينك، ديبند اون السولت كونسنتريشن. طب خلاص حلو. طب معلش اسالك سؤال بقى. الكوليجيتيف بروبرتيز معناها ان دي البروبرتيز بتاعت السوليوشن الجديد. ماشي. البروبرتيز بتاعت اي سوليوشن بقى، يعني اي حاجه تدوب فيه ملح او ميه، او انا اسف اي ملح او سكر او اي ماده كيميائيه بتدوب، ايه اللي بيحصل للفيبر بريشر؟ الفيبر بريشر يا باشا طبيعي كده، طبيعي بيقل يا جميل. بجد والله بيقل يا مشتول. يعني بيعمل ايه؟ بيحصل ايه؟ بص في كلمتين خلي بالك منهم. يا اما نقول ان هو بيحصل انخفاض، ومعنى كلمه انخفاض يعني لورنج يعني تقليل. يا اما اقول لورنج، بيحصل لورنج يعني بيقل الفيبر بريشر بيقل. ممكن ما اقولش لورنج يعني بيقل، لو بيعمل كلمه لو قليل. يا اما اقول خلي بالك من الجمله دي بقى، بيحصل ديبريشن. لو انت واد لغات على حقه وحقيقي، معنى كلمه ديبريشن يعني اكتئاب. لا مش اكتئاب يا حبيبي، مش وقته اكتئاب خالص. يعني ايه ديبريشن؟ يعني انخفاض. ما هو ديبريشن يعني اكتئاب. يعني ايه اكتئاب؟ يعني انخفاض العزيمه بتاعتك، انخفاض بتقل. حصل ديبريشن او لورنج للفيبر بريشر. يبقى صلى على النبي، اول بروبرتي خدناها وسهله جدا. حصل ايه اللي حصل للفيبر بريشر؟ قلت. ماشي. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. حد عنده اعتراض؟ يبقى الكوليجيتيف بروبرتيز بتعتمد على الكونسنتريشن بتاع الملح. تمام. طب الفيبر بريشر ايه اللي بيحصل له لما بحط ملح؟ كل ما تحط الملح كل ما الفيبر بريشر يقل، يعني بيحصل ديبريشن للفيبر بريشر او لورنج للفيبر بريشر. طب يا مشتولي اتفضل يا باشا. كل ما الملح يزيد كل ما البتاع ده ماشي. فاكر بقى في ليسون 2؟ انت فاكر في ليسون 2 هو الملح لما كان بيدوب كان ايه اللي بيحصل؟ مش فاكر؟ يبقى ترجع تبص على فيديو ليسون 2 على طول. ترجع تبص على طول، ما تفكرش باشا. اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى صلى على النبي. از الكونسنتريشن بتاع السوليد بيزيد، هو الذوبان يا باشا. يعني مثلا اديني ملح،
زي التيبل سولت مثلا. التيبل سولت يعني ايه تيبل سولت؟ ملح الطعام. التيبل سولت ملح الطعام بتاع البيت. هو رمزه ايه؟ اسمه الصوديوم. اولا هو اسمه صوديوم كلورايد. صوديوم ايه؟ كلورايد. بص يا معلم، اي ملح بيدوب في ميه بيتحول لحاجه اسمها ايونز. اي ملح بيدوب في ميه بيتحول لحاجه اسمها ايونز. يعني ايه؟ يعني ان اس ال ده لو هو حاجه صلبه سوليد، لما يجي يتحول في الميه يدوب في الميه، يعني احط عليه ميه، ايه اللي يحصل؟ يتكسر يا جميل. طب يتكسر ازاي؟ ايه طريقه، ايه التكنيك بتاع التكسير؟ بص يا معلم، بقول كده بالظبط. بعد اول رمز هشد خط. عايز تشوف ايه اللي هيتكسر؟ بعد اول رمز هشد خط واسال الناس السؤال، هو اللي على الشمال ده كام واحده؟ هي ان ايه واحده. طب السي ال هي كلها برضه على بعضها حاجه واحده. خلاص يا مشتولي قشطه يا مشتولي. يبقى اللي طالع لي واحده ان ايه ايون وواحده سي ال ايون. نعم اه والله. ده يا مشتولي ده دايب في ميه، ومعنى كلمه دايب في ميه يعني هي اكوس. ات يو يعني اكوس. طب خلاص حلو قوي يا مشتولي، ده انا فهمت جدا. افهمك بقى اكتر. الملح ده في الحقيقه السوليد ده لما بيدوب في الميه بجد بيبقى في صوره ان ايه بوزيتيف ايون وسي ال نيجاتيف ايون. ففي بيبقى دوريه من ديت، واحده صوديوم واحده نيجاتيف، واحده صوديوم واحده نيجاتيف. فالصوديوم بتبقى خايفه تغرق تمسك في 2 ميه، والواحده سي ال بتبقى خايفه تغرق وبتمسك في 2 ميه غير بتوع الصوديوم خالص. فتخيل الصوديوم لوحدها ماسكه في 2 ميه والواحده سي ال ماسكه في 2 ميه. لا ده احنا كده بنمنع ان الميه تطير اصلا. بنمنع ان الميه تطير فعلا. طب يا مشتولي انا خدت بالي من حاجه، ده كده يا مشتولي كل ما عدد الايونز ده اسمه ايون وده اسمه ايون، كل ما عدد الايونز بيزيد كل ما هتبقى كل واحده فيهم ماسكه في 2 ميه، كل واحده فيهم ماسكه في 2 ميه، صح؟ يعني كل ما الفيبور بريشر يقل، ايوه ما هو كل ما التركيز بتاع ده يزيد كل ما ايه؟ كل ما ده الايونز تزيد. يعني تقصد يا مشتولي ان تركيز الملح هو عدد الايونز؟ طب معلش اديني مثال تاني عشان لسه حاسس ان انا مش لاقط. نصغر اكتر واكتر عشان نفهم احسن. لو جيت قلت لك ان ايه 2CO3 دي الكربونات اللي عند حضرتك في البيت، احط عليها ميه، ده اس يعني سوليد، ايه اللي هيحصل لها؟ هتتحول لحاجه اسمها ايونز. الايونز دي عباره عن ايه؟ مش تقول لي باجي بعد اول رمز اشد خط. ايه اول رمز عندي؟ اهو قشطه قشطه، ده اسمه الصوديوم. ما تقول لي يا مستر طب الاثنين ده عدد الصوديوم. هو انا معايا كام واحده صوديوم؟ معايا 2 صوديوم. اللي على الشمال كله حاجه واحده واللي على اليمين كله حاجه واحده. اللي على الشمال كله على حاجه واحده واللي على اليمين كله حاجه واحده. يعني انا عندي صوديوم 2 صوديوم وعندي واحده اسمها CO3. واحد يقول لي لا يا مشتولي ما عنديش واحده اسمها CO3، ده انا عندي 3. اهي يا مستر سي و3 او. بص يا صاحبي دي كلها على بعضها اسمها ايون. ده مبدئيا ايون يعني بتتعامل معامله حاجه واحده اكنها اكس. يا عم سيبك من كلمه ايون. واحد يقول لي يا مستر طب ما هو كده معناه برضو ان الاو عندها 3 والكربون عندها 3، يبقى 3 CO يا مشتري وخلاص بقى. بص يا حبيبي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. وانا صغير امي كانت بتقول لي يا دودو، والله اهو دودو وهو صغير اهو قشطه. دايما كنت ماشي مع امي فام دودو اهي، وامي على طول بتبقى ماشيه مع ابويا، بس ابويا ساعات بيجي له مكالمات شغل فساعات بيخلع ويسيبنا. هل انا هجري ورا ابويا ولا انا ماشي تبع مين؟ لا انا ماشي تبع امي. يعني انا ماشي تبع دي، يعني دودو اهو ام دودو اهو ابو دودو اهو. انا ماشي تبع مين؟ انا ماشي تبع امي. الثلاثه دي دودو ام دودو اللي هي الاو ابو دودو السي. هل احنا لينا علاقه بالسي؟ لا ابويا لو جاله مشوار يتكل على الله هو مع نفسه قشطه. فما تتلخبطش في الحته دي. تعالى يا باشا. اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. هو في ايه؟ الشاشه مهنجه ليه؟ ماشي ها يلا. يبقى عندي كده 2 ان ايه، يلا 2 ان ايه بوزيتيف بلس واحده CO3. بعيدا بقى عن هي نيجاتيف كام؟ هي نيجاتيف 2 بس قشطه يعني. ماشي. مين هنا عنده عدد اكتر في الايونز؟ ال Na2CO3 ولا ال NaCl؟ ال Na2CO3. فال Na2CO3 تمسك في الميه اكتر فتقلل الفيو بريشر اكتر. بجد والله. طب لو جيت قلت لك كده بص 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 بص، قلت لك بقى المثال ده خلي بالك منه. بص Al2SO4 باي 3 ده هيدوب في ميه. انا قلت لك ان هو هيدوب في ميه
تعرف تطلع لي الايونز اللي جواه؟ اه يا مشتول. بعد اول سيمبل هشد خط. اول سيمبل ده الالومنيوم. عندي كام واحده منه؟ عنده 2. يبقى 2 عندي 2 من الحاجه اللي على الشمال. طب عندي كام واحده من الاس او 4؟ عندي 3 من الاس او 4. يبقى انا كده عندي 2 الومنيوم و3 اس او 4. يبقى صلوا على النبي. اللي يطلع لي ايونز اكتر، اللي يطلع لي ايونز اكتر ده معناه ان هو عنده تركيز ملح اكتر، فبالتالي الفيو بريشر يقل اكتر. اللي يطلع ايونز اكتر، اللي يطلع ايونز اكتر عنده تركيز ملح اكتر. نقول تاني، اقول تاني. كل ما الكونسنتريشن بتاع الملح يزيد فده معناه عدد الايونز هو كمان يزيد، فالفيو بريشر يقل. عدد الايونز يزيد فهو كمان يزيد، فالفيو بريشر يقل. ماشي. حد زعلان مني في حاجه؟ اتمنى تكون لا. طب تعالى هنا بقى. يبقى كده الكوليكتيف بروبرتيز بتعتمد على ايه؟ على تركيز الملح. ايوه، او النمبر اوف الايونز، عدد الايونز. كل ما عدد الايونز تزيد ايه اللي يحصل؟ الملح يزيد، الفيو بريشر يقل اكتر. كل ما الملح، كل ما البتاع ده يزيد ده يزيد. حد زعلان مني في حاجه؟ ان شاء الله اكون لا. طب معلش بقى، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. اتفضل. ايه رايك لو جيت قلت لك ارسم لي ريليشن، علاقه يعني. علاقه يعني ارسم لي جراف. ركز بقى في العلاقه دي قوي عشان دي علاقه سافله، مش قصدي والله، بس هي علاقه حلوه يعني. علاقه يعني ريليشن يعني جراف حلو. ماشي. ايه رايك لو جيت قلت لك انا عايز رسمه توضح العلاقه ما بين الكونسنتريشن الملح، تركيز الملح، والفيبو بريشر. هقول ايه؟ كل ما تركيز الملح يزيد كل ما الفيبو بريشر يقل. يعني العلاقه ما بينهم عكسيه. عكسيه يعني انفرس. يعني مثلا هتلاقي الرسمه يا اما كده اهو يا اما كيرف نازل. نقول تاني. يا هتلاقي الرسمه كده اهو يا اما هتلاقيها كيرف نازل كده. المهم ان هو بيبقى بالعرض، يا ده يا ده. طب حلو، خلي بالك من الحته دي. تمام. ده اسمه الفيبر بريشر. طب ممكن انا اقول لحضرتك سؤال؟ قول لي اتفضل. ايه رايك لو جيت وقلت لك انا عايز العلاقه ما بين الكونسنتريشن بتاع السولت والديبريشن اوف الفيبر بريشر؟ يعني ايه؟ مش فاهم. ارسمها لي كده، حاول ارسم. وقف الفيديو وحاول ارسم. هتقول لي كل ما تركيز الملح يزيد ايه اللي بيحصل؟ لانخفاض بتاع الضغط. مش فاهم. الانخفاض البخار. السؤال كالاتي. بص في اول جراف كل ما تركيز الملح يزيد البخار بيقل. كل ما تركيز الملح بيزيد، ده معنى الجراف اللي انا رسمته ده اللي على الشمال ده. كل ما تركيز الملح يزيد كل ما البخار يقل. معنى الجراف ده ايه؟ كل ما التركيز يزيد ايه اللي بيحصل؟ لانخفاض البخار. ايه اللي بيحصل للانخفاض بتاع البخار؟ مستر، ما هو كل ما الملح يزيد البخار بيقل. ايوه ده مش سؤالي. كل ما الملح يزيد ايه اللي بيحصل للانخفاض قللان البخار؟ كل ما الملح يزيد القللان بيزيد اكتر. قللان البخار بيزيد اكتر. يعني العلاقه ما بين الكونسنتريشن بتاع الملح وانخفاض البخار او تقليل البخار، العلاقه ما بينهم دايركت. يعني يا طالعه كده اهو يا طالعه كده اهو، يا كيرف اللي انت عايزه. مش اللي انت عايزه، على حسب السؤال ما هيجيبها لك ازاي. حد زعلان مني في حاجه؟ حلو. حد زعلان مني في حاجه بجد؟ ان شاء الله اكون لا. طب صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هل حد زعلان مني في حاجه بجد؟ ان شاء الله اكون لا. يبقى خلاص حلو. يبقى صلى على النبي. الفيبو بريشر بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على تركيز الملح. تركيز الملح. ثانيا بيعتمد على التمبريتشر برضه. يعني ايه التمبريتشر؟ يعني كل ما بتزود تسخين، كل ما هتسخن هنا كل ما البخار هيزيد اكتر. يبقى صلى على النبي. هو بيعتمد على حاجتين. الفيبو بريشر لو زودت الكونسنتريشن بتاع الايونز، خلي بالك كل ما الكونسنتريشن بيزيد الفيبو بريشر هيقل. العلاقه ما بينهم انفرس. هنا طب لو زودت التمبريتشر، خلي بالك كل ما التمبريتشر بتزيد الفيبو بريشر يزيد. يعني العلاقه ما بينهم دايركت.
هي بتعتمد على الاثنين دولت، ديبند اون ايه؟ حد زعلان؟ حد زعلان؟ اول حاجه كونسنتريشن، تاني حاجه تمبريتشر. بالله عليكم حد مش فاهم؟ يعني كل ما ازود الملح الميه تتبخر بصعوبه، كل ما ازود الملح الميه تتبخر بصعوبه، كل ما ازود الملح الميه تتبخر بصعوبه. ده معنى كلمه فيبر بريشر. يبقى اول بوينت خلصناها، ودي كانت اصعب بوينت عندنا النهارده. لو انت فهمتها الجاي ده كله مش هياخد مننا حاجه. قشطه قشطه. تعالى ناخد بقى تاني بوينت، وهي اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. دي رقم 2 بويلنج بوينت. البويلنج بوينت باشا، ماشي نمسك بقى رقم 2. بص بقى يا سيدي، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. معنى كلمه بويلنج يعني ايه؟ بويلنج بس، انا عايز كلمه بويلنج بس، مش عايز اقول لك بويلنج بوينت كمان. قشطه. يعني ايه غليان؟ غليان يعني الميه كل ما تيجي تطلع تتبخر، في حاجه تزقها تنزلها لتحت، فتبقى عامله ازاي؟ روح اغلي كده اي ميه، جيب اي تنكه وحط جواها ميه وسيبها على النار شويه، هترجع بعد شويه هتلاقي الميه ايه؟ عماله تطلع تنزل تطلع تنزل تطلع تنزل، صح؟ يعني كل ما البخار يطلع حاجه تنزل البخار. ايه اللي بينزل البخار يا ترى؟ ايه؟ هل هذه قوه شيطانيه؟ لا لا يا سيدي، انها ليست قوه شيطانيه. امال انه العلم يا سيدي. ما هو العلم يا سيدي؟ صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بقى يا معلم بص يا رجاله، دي دلوقتي كوبايه اهي، الميه تبدا تغلي، ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، يعني الميه بتغلي زي الذهب مغلي كده، صح؟ الميه تيجي تطلع تتبخر، في حاجه تنزلها تاني، تطلع تتبخر حاجه تنزلها تاني. يعني قوه التبخير بتساوي قوه الحاجه اللي بتنزل من فوق. طب قوه التبخير اسمها الفيبور بريشر للميه. ايه اللي بينزلها تحت بقى؟ حاجه اسمها الضغط الجوي. ايه الضغط الجوي ده؟ بالانجليزي اسمه اتموسفيريك بريشر. الضغط الجوي سيبك منه سيبك منه. ايه الضغط الجوي ده؟ ده عباره عن كميه الهواء اللي فوق مولكيول الميه. مش فاهم ايه بقى يا معلم الضغط الجوي ده؟ بص يا معلم، الضغط الجوي ده بحر اهو، ده بحر. الضغط الجوي ده عمود الهواء اللي من اول سطح البحر لحد اخر نقطه في الجو. اخر نقطه على الكوكب من فوق خالص، خلاص ده الكوكب بيخلص، اخر نقطه يا باشا فوق. عمود الهواء من اول هنا لغايه هنا هو ضاغط على الارض، هو ضاغط على الارض، هو ضاغط على الارض. ها ده اسمه ايه؟ ده اسمه الاتموسفيريك بريشر، الضغط الجوي. طب معلش يا مشتولي اسال سؤال، الضغط الجوي ده لما جم قاسوه قالوا يا باشا العمود ده اسمه 1 اتموسفير او 760 ملم ميركوري. ده الضغط بتاع الجو، والضغط ده بيضغط تحت على الحاجه من تحت. طب اشمعنى قاسوها من عند السي ليفل؟ اشمعنى قاسوها من عند البحر؟ اشمعنى ما قاسوهاش مثلا من عند دودو اللي هو انا وانا صغير؟ ليه مثلا دودو واقف اهو، ما دودو واقف على الكره الارضيه اهو، ليه ما قاسوهاش من عند راس دودو مثلا لحد اخر نقطه في الكوكب؟ دودو ممكن يبقى في حد اطول منه وحد اقصر منه. طب اشمعنى عند البحر بالظبط؟ انا بتكلم بجد والله، اشمعنى عند البحر؟ يعني اشمعنى عند البحر؟ بص يا معلم، هم لقوا ان كل البحار والمحيطات، كل المسطحات المائيه على الكوكب ده كلهم عند نفس المستوى بالظبط. يعني ايه عند نفس المستوى بالظبط؟ يعني انا كمشتولي لو انا واقف قدام البحر بتاع اسكندريه، لو في واحد مثلا في الصين مثلا، في بحر في الصين مثلا لو في بحر في الصين او في الهند، واحد واقف قدام البحر، احنا الاثنين عند نفس المستوى بالظبط. يعني ايه؟ يعني اكننا احنا الاثنين واقفين على نفس الارض. كل البحار اللي في العالم كلها في نفس المستوى. فعشان كده هم يوم ما قاسوا عمود الهواء اللي من عند البحر لحد اخر نقطه خالص في الكوكب، اخر نقطه خالص في الكوكب. طب صلى على النبي يا باشا عليه الصلاه والسلام. ماشي، فهو عمل ايه يا باشا؟ هو بيقول لك امتى الميه تغلي؟ امتى الميه تغلي؟ الميه بتغلي عمليه البويلنج بتحصل امتى؟ لما عمليه الفيبر بريشر او كميه الفيبر بريشر او الضغط الجوي يساوي الاتموسفيريك بريشر. يساوي الاتموسفيريك بريشر، يساوي الضغط الجوي. لما كميه البخار تساوي الضغط الجوي، ده طالع ده نازل، ده بينزل البخار لتحت. هدي لك مثال عشان اخلي الميه تغلي، عشان اخلي الميه تغلي بعمل ايه يا جميل؟ عشان تبقى انت فاهم بس.
ماشي، هنفترض مثلا الميه عشان تغلي لازم الفيبر بريشر يقعد يزيد 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 لحد ما يوصل للضغط الجوي بتاعنا ده اللي هو 760 ملم ميركوري. قشطه. الفيبر بريشر درجه اللي هو البخار بتاع الميه الطبيعي، انا بهبط والله العظيم اي ارقام، والله بهبط اي ارقام، هو 400 مثلا، 400 ملم ميركوري. فانا عشان اخلي الميه دي تغلي، اسخن البخار، يقعد يزيد، يحتاج طاقه، هيحتاج كميه من الطاقه عشان تعليه من 400 ل 760. اول ما ده يوصل لده، يعني خلاص لما ال 400 دي تبقى مساويه لل 760، ال 760 ده ضغط بينزل لتحت، وال 400 دي بتطلع لفوق. اول ما الاثنين يساووا بعض عمليه البويلنج بتحصل. طب عمليه البويلنج بتاعت الميه، البيور ووتر طبعا، البويلنج ديت يا معلم بيحصل عند درجه حراره كام؟ قال لك البويلنج بوينت بتاعت البيور ووتر 100 درجه. امتى البويلنج بوينت درجه غليان عند 100 درجه؟ امتى يحصل؟ امتى البويلنج بوينت دي هي التمبريتشر ات ويتش اللي عندها الفيبر بريشر بتاع الميه بتاع البيور ووتر، الفيبر بريشر بتاع البيور ووتر ايكوال للاتموسفيريك بريشر. هي التمبريتشر، هي درجه الحراره. خلي بالك البويلنج، عمليه البويلنج نفسها هي عمليه ان الفيبر بريشر بتاع الماده بيساوي الاتموسفيريك بريشر. طب لو جيت قلت لك البويلنج بوينت درجه الغليان، هتقول لي هي التمبريتشر اللي ات ويتش الفيبر بريشر بتاع الماده ماله يساوي الاتموسفيريك بريشر بتاع الهواء اللي فوق. يبقى واحده تمبريتشر، دي تمبريتشر at which التمبريتشر at which الفيبر بريشر بتاع الماده. نقول تاني، التمبريتشر at which الفيبر بريشر بتاع الماده يساوي الاتموسفيريك بريشر. حاجه صعبه ان شاء الله يكون لا، ده البويلنج بوينت يا باشا. طب ده لو بيور ووتر، طب لو حطينا ملح. ماشي يا مشتولي، ثانيه واحده يا مشتولي، اتفضل يا باشا. ده ميه اهي، ميه عاديه، في قوه طالعه لفوق اسمها فيبر بريشر، في قوه نازله تحت اسمها اتموسفيريك بريشر. 1 اي تي ام او 760 ملم ميركوري. اتموسفيريك بريشر، زعلان؟ حد زعلان؟ لا، درجه الغليان بتاعت البيور ووتر بتساوي 100 درجه. قشطه. هنا كلها بيور ووتر، يعني انت كل ما تسخن الماده، خلي بالك كل ما اسخن الماده يعني هنا كل ما اسخن الماده، ركز في الحته دي، الفيبر بريشر يقعد يزيد. قشطه. ماشي. الحته اللي عندها الفيبر بريشر يساوي الاتموسفيريك بريشر، دي اسمها البويلنج، دي درجه الحراره اللي عندها اتموسفيريك بريشر. درجه الحراره ديت 800 درجه. ده لو هي كده على طول من غير اي حاجه. طب يا باشا لو معلش، لو انا جيت قلت لك انا هخليها ملح، هتعمل ايه؟ كوبايه اهي مشتولي، المره دي في ملح. ايوه، يعني ايه في ملح يا مشتولي؟ يعني الملح هيفضل ماسك في الميه، مش عايز يخليها يسيبها، يعني بيقلل الفيبر بريشر اكتر. يعني هنا لو كان الفيبر بريشر بتاع الميه الطبيعيه مثلا ب 400، هتبقى لحد 760. طب لو حطيت ملح، بدل ما كان 400 بقى 300 مثلا، بس عايز يوصل لنفس ال 760، فهياخد وقت اكتر لما اجي اسخن بقى، هياخد وقت اكتر ان انا اوصله من 300 ل 760. فلما ياخد وقت اكتر ده معناه ان هو قعد وقت اكتر عشان يغلي، خد طاقه اكتر عشان يغلي. يعني درجه الغليان مش هتبقى عند درجه حراره 100، ده هتبقى عند ازيد من 100. نعم، والله هتبقى ازيد من 100. ليه؟ علشان الاثنين دول ماسكين في بعض يا باشا، الميه ماسكه في الملح والميه ماسكه في الملح وهكذا. يعني هنا يا معلم صلى على النبي، لما بص الكلام سهل وبسيط. الكونسنتريشن بتاع السولت يزيد، كل ما الكونسنتريشن بتاع السولت يزيد عدد الايونز بيزيد. حد زعلان مني في حاجه؟
لا، عدد الايونز يزيد. فبالتالي خلي بالك من الحته دي، الفيبور بريشر بيقل، كميه البخار بتقل، فبالتالي هحتاج طاقه اكتر علشان اغلي، يعني هقعد وقت اكتر علشان اوصل لدرجه الغليان، يعني البويلنج بوينت بتاعتي ايه اللي يحصل لها؟ بتزيد. يعني يحصل لها ايه؟ ارتفاع. يعني ايه ارتفاع؟ يعني elevation. يبقى كل ما الملح يزيد الايونز بتزيد، كميه البخار بتقل، فصعب ان انا اغلي، فدرجه الغليان بتزيد. صعبه؟ لا. نرجع للكلام تاني من الاول. كواليتيف بروبرتيز اللي بيحصل للبويلنج بوينت يا ولدي، البويلنج بوينت يا مشتولي بتزيد، بيحصل لها elevation. يحصل لها ايه؟ elevation. elevation ارتفاع. يحصل لها elevation ارتفاع. يبقى صلى على النبي، كل ما عدد الملح يزيد البخار بيقل، فبالتالي صعب ان هي تغلي، فبتقعد وقت اكتر ان هي تغلي، فبالتالي البويلنج بوينت بترتفع. اعلى عدد ايونز كانوا 2 و3 يعني 5. اعلى عدد ايونز اقل بخار يطلع، اعلى درجه غليان. ها، اقل عدد ايونز، اكتر عدد ايونز، اكتر عدد ايونز، اقل بخار، اعلى درجه غليان. اوكي ماشي. حد زعلان؟ حد زعلان؟ يبقى صلى على النبي، صلى على النبي. ده البويلنج بوينت، درجه الغليان. طب معلش يا مشتولي، يعني كده درجه الغليان يعتبر بعيدا ان هي بتعتمد على درجه على الملح فعلا، يعني بتعتمد على الكونسنتريشن فعلا، بس برضه بتعتمد على حاجه ثانيه، الاتموسفيريك بريشر، الضغط الجوي. الضغط الجوي. طب ما هو الضغط الجوي ثابت يا مشتولي. ما هو الضغط الجوي ثابت، ما هو يعني نفس الكوكب. هو ثابت فعلا، بس كوبايه الميه هي اللي مش ثابته. مش فاهم. دلوقتي انا دلوقتي في بحر اهو، وفي جبل اهو. قشطه. جبنا كوبايه الميه اللي هنا هنغليها، كوبايه ميه هنغليها، هنفترض ان دي ميه بيور، هنفترض ان دي ميه بيور، هنغليها عند سطح البحر، درجه الغليان هتبقى 100 بالظبط. بالظبط. ليه؟ ليه؟ بس ميه بيور، ها؟ ميه بيور. عشان طبعا ايه، مش عايز اقول لك ان الاتموسفيريك بريشر هيساوي الفيو بريشر اللي طالع، درجه الغليان بغليها فتعمل كده. طب لو جيت اسخن نفس كوبايه الميه دي بس فوق الجبل، ايه اللي هيحصل؟ السؤال دلوقتي، هل عمود الهواء من هنا لهنا مثلا زي ده لده؟ لا، عمود الهواء قل، يعني الاتموسفيريك بريشر قل. اتموسفيريك ايه؟ اتموسفيريك بريشر قل. نقول تاني، هقول 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 تاني. اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. نصغر 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 نصغر. اهو يا معلم، معانا بحر ومعانا جبل، ومعانا جبل. قشطه. حد زعلان؟ ان شاء الله يكون لا. معايا بحر ومعايا جبل، عايز اعمل كوبايه ميه، عايز اعمل كوبايه شاي عند هنا تحت، عند الجبل من تحت. عايز اعمل كوبايه شاي عند الجبل من تحت، وعايز اعمل كوبايه شاي عند الجبل من فوق. او كوبايه ميه مثلا، عايز اغلي ميه، عايز اغلي ميه هنا وعايز اغلي ميه هنا. تحت درجه الغليان بتاعت البيور ووتر 100 ديجري سيلسيوس. ليه يا مشتولي؟ عشان ساعتها الفيبو بريشر، كميه البخار اللي طالعه هتساوي الاتموسفيريك بريشر، الضغط اللي نازل، الطاقه اللي طالعه، الارتفاع، البخار الحاجه اللي بتخلي البخار تطلع تساوي الحاجه اللي بتخلي البخار ينزل. ده هنا تحت. تمام. وكده كده اصلا عمود الهواء من سطح البحر لحد اخر نقطه في الجبل. حد زعلان مني في حاجه؟ لا. الجبل ايه؟ لحد اخر نقطه في الكوكب. طب تعالى عند الجبل، الميه اللي انا هغليها من فوق، هل عندها نفس العمود الهواء اللي فوقها؟ العمود ده زي العمود ده؟ لا طبعا. العمود هنا اقل، يعني الاتموسفيريك بريشر اقل. يعني مثلا لو هنا الاتموسفيريك بريشر ب 760 ملي متر ميركوري، ده اللي هو اللي هو بتاع الاير العادي. هنا مثلا انا بهبط طبعا عند 500 مثلا.
فالميه لو هي انا بهبد ارقام يا جماعه، لو هي عند 400 ملم ميركوري فهتحتاج طاقه قد ايه عشان تسخن وتتحول ل 500؟ طاقه قليله يا مشتولي، اقل. ده هم شويه دول بس، الفرق بسيط جدا يا مشتولي. اوكي. يعني من الاخر يا مشتولي كل ما الارتفاع بيزيد الاتموسفيريك بريشر بيقل، فبالتالي درجه الغليان بتبقى قليله. ليه؟ مش بحتاج طاقه كتير عشان اوصل لل 500 او ال 600 او ايا كان الرقم اللي هيبقى كام. يعني انا بهبد ارقام عشان تبقى انت فاهم بس. مش هحتاج وقت كتير. خلاص قشطه يا مشتولي. يعني هقول كده بالظبط، از الارتفاع يعني ايه؟ الهايت. لا في الاسئله ما بيقولش هايت. هايت دي كلمه للناس الكيوت خالص. بيقول حاجه ثانيه، بيقول ايه؟ altitude. altitude يعني ارتفاع. كل ما الالتيتيود او الارتفاع بيعلى الاتموسفيريك بريشر بيقل، وكل ما الاتموسفيريك بريشر بيقل ايه اللي يحصل؟ البويلنج بوينت هي كمان تقل، درجه الغليان تقل. ماشي. يعني انت كده مش قللت الضغط صح؟ لما بتقلل الضغط الجوي اللي بيحصل درجه الغليان بتقل. يعني هنا هتبقى اقل من 100، هتبقى اقل من 100 كام يعني يا مشتري؟ ما اعرفش، مش قايل لنا. لو انت في المنهج القديم كان هيدي لك قانون تحسبها بيه، مالناش دعوه بقى بالمنهج القديم. مش المنهج القديم بتاع السنه اللي فاتت، لا ده من 3 سنين مثلا. قشطه؟ اتمنى تكون قشطه. فهو مش قال لنا نحسبها يا معلم. فالبولينج بوينت بتقل. ادي اول نوته يا حدوته. ادي اول نوته ولازم تبقى عارفها صم زي اسمك. كل ما الارتفاع يزيد ايه اللي بيحصل؟ انت قول لي بقى، كل ما الارتفاع يزيد ايه اللي بيحصل؟ قشطه. طب يا باشا النوته الثانيه، مش انت قلت لي كده يا مشتولي كل ما الارتفاع يزيد الضغط الجوي بيقل؟ طب لو انا زودت ضغط، طب هتزود الضغط ازاي بقى يا مشتولي؟ هل هنزل احفر حفره وانزل لتحت؟ لا طبعا مش نحفر حفره وننزل لتحت. امال يا مشتولي هجيب حل الضغط. ايه حل الضغط دي؟ حله بتمنع خروج الهواء. حله يعني بتقفل عليها كده، بتضغط على الحاجه. يعني انا زودت الضغط. لو انا زودت الضغط قشطه. تعالى ناخد مثال تاني. تعالى نزود الضغط، الاتموسفيريك بريشر. هجيب حله قشطه اسمها كوكر بريشر. حله الضغط. ايه حله الضغط دي؟ بتمنع خروج الغاز. يعني انت بتسخن تفضل قاعد جوه كده، مش قاعد جوه يعني بتسوي الاكل جوه. ايه يا عم انت؟ قشطه. يعني انت هنا عامل ايه؟ يعني انت هنا مزود البريشر، انا هنا كده مزود البريشر. البريشر هنا عالي قوي. يعني انا ضاغط اكتر على الحاجه، الاتموسفيريك بريشر عالي قوي. ضاغط عليها يعني انا ضاغط عليها اكتر. ماشي. لما اجي اسخن بقى يا معلم، انا مزود ضغط. كل ما تضغط الماده يعني كل بدل ما هي 760 هتبقى اكتر، 800 900 مثلا. انا بهبد ارقام طبعا، 1000 مثلا. فطبعا انت محتاج توصل من 400 ل 1000. هتقعد وقت اكتر عشان تغلي، هتقعد وقت اكتر عشان اغلي. يبقى صلى على النبي. كل ما الاتموسفيريك بريشر يزيد as الاتموسفيريك بريشر يزيد، ايه اللي بيحصل يا جميل؟ كل ما الاتموسفيريك بريشر يزيد ايه اللي بيحصل؟ اللي هيحصل ان البويلنج بوينت هتقل. انا اسف، البويلنج بوينت هتزيد، هي كمان هتزيد. يبقى كل ما الاتموسفيريك بريشر يقل، يعني اطلع فوق، كل ما اطلع فوق الاتموسفيريك بريشر بيقل، فبالتالي البويلنج بوينت بتقل. كل ما بضغط على الحاجه بحطها في الاتموسفيريك في الكوكر بريشر، دي تزيد دي تزيد. حد زعلان مني في حاجه؟ ماشي. لو جيت قلت لك كده بالظبط يا معلم بقى، جبنا، انا هقول لك كده بالظبط، جبت مثلا CaCl2 دوبتها في ميه، بدل ما هي كانت سوليد بقت دايبه في ميه. وجبت NaCl دوبته في ميه. تمام. هاجي اقول لك مين فيهم هيبقى عنده درجه غليان اعلى؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. درجه غليان اعلى او اقل ايا كان، اعلى، خليها اعلى. لازم افكر دي الايونز. افكرها الايونز ازاي؟ بعد اول سيمبل بشد خط، الشمال ده ايون واليمين ده 2 ايون، 2 Cl. هنا الشمال ايون واليمين ايون NaOCl.
هنا كام مول؟ ده اسمه مول 1 و2 يعني ده 2، ده كده 3 مول. هنا كام مول؟ ادي 1 و1 يعني 2 مول. طب خلاص يا باشا قشطه. حد زعلان؟ ان شاء الله يكون لا. اللي عنده عدد مول اكتر اللي هو عنده عدد ايونز اكتر. كل ما يبقى عندك عدد ايونز اكتر از الايونز انكريز، ها الفيبر بريشر يقل، البخار يقل، فبالتالي البويلنج بوينت تزيد. مين عنده اعلى بويلنج بوينت؟ السي اس ال 2 اعلى من الان اس ال. بجد والله. حد زعلان؟ حد زعلان؟ حد زعلان؟ اتمنى اكون لا. طب تعالى يا معلم ارخم عليك بقى الحته دي رخامه من مشتولي نفسه. دي رخامه من مشتولي نفسه. لو انت فاهم قشطه يعني، حتى لو مش فاهم عادي، هي كده حته رخمه فعلا. سي 6 اتش 12 او 6 ده اسمه جلوكوز، ده عنصر اسمه ده كومباوند اسمه جلوكوز. ماشي. الكومباوند ده خلي بالك خلي بالك خلي بالك، لما بحط عليه ميه هو بيدوب فعلا، بس بيدوب بسبب حاجه خدناها. ايه الحاجه اللي خدناها دي؟ حاجه اسمها الهيدروجين بوند. نقول تاني حاجه اسمها ايه؟ الهيدروجين بوند. يعني مش بيتحول لاينز زي ما اشتري زي اللي فوق ده، لا يا باشا مش بيتحول لاينز زي اللي فوق ده. امال بيدوب، يعني الميه بتلف حواليه بترتبط بيه بحاجه اسمها هيدروجين بوند، فبالتالي زي ما دخل واحد هيخرج زي ما هو واحد، مش هيتفكك. فالفيبر بريشر هتفضل، يعني قصدي انا اسف، يعني هنا هي لو دوبت سكر في ميه، الميه لو هي بيور 100% ودوبت سكر فيه مش هيعمل حاجه، يعني انت ما عملتش حاجه جديده يعني. هي درجه غليان الميه عادي. هتزعل من حاجه؟ طب اثبت لك لما بتدوب حاجه، اثبت لك لما بتدوب حاجه، بتدوب حاجه درجه الغليان بتقعد وقت اكتر. هقول لك انا. ايه رايك لو جيت قلت لك، بكلم بجد والله، روح اعمل كوبايه اندومي. ايه؟ روح اعمل طبق اندومي. روح اعمل طبق اندومي. انت اول حاجه بتجيب الحله او الطاسه او ايا كانت او الكازاروله اللي انت بتعمل فيها، وتحط فيها ميه وتسيبها على النار شويه، وتستنى الميه تغلي بعد كده تحط مثلا ايه، المكرونه او الملح، شوف انت بتحط ايه يعني البهارات بتاعتها او ايا كان. مش الميه بتغلي، اول بقى ما بتحط المكرونه، المكرونه اول ما بتحطها وهي بتغلي والميه بتغلي، اول ما بتحطها ايه اللي بيحصل للميه؟ بتهمد. يعني ايه بتهمد؟ هي بتلاقي اللي انت دخلت لها حاجات دوبت فيها حاجات، فبالتالي لسه هتقعد شويه صغيرين تاني عقبال ما تبدا تغلي تاني. ده بجد والله. ده بسبب ايه؟ الحاجات اللي دابت فيها. فاهم؟ فالبولينج بوينت بيزيد. يبقى صلى على النبي. هل غلطت في اي مشكله؟ حد زعلان مني في حاجه؟ حد زعلان مني في حاجه؟ ماشي. ممكن اسال سؤال بقى؟ حلو. اسال يا مستر، اسال اللي انت عايزه، ما هو انت المستر. حلو. ايه رايك لو جيت قلت لك ارسم لي العلاقه ما بين الاتموسفيريك بريشر والبولينج بوينت. كل ما الاتموسفيريك بريشر يزيد كل ما البولينج بوينت هي كمان تزيد. ماشي. يعني العلاقه ما بينهم دايركت. هل دايركت بخط مستقيم؟ لا، بكيرف طبعا. ماشي. عند 1 اتموسفير خلي بالك درجه الحراره بتبقى كام؟ 1 اتموسفير يعني 1 ضغط جوي اللي هي 760 ملم متر. الضغط الجوي هنا ده 1 اتموسفير 760 ملم متر. البولينج بوينت بتبقى كام؟ بتبقى 100 درجه. حد زعلان؟ ان شاء الله يكون لا. طب صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. طب لو انا زودت خليتها عند 2 ايا كان بقى درجه الحراره تبقى كام؟ بيزيد. كل ما ده يزيد ده يزيد ده يزيد ده يزيد ده يزيد ده يزيد. حد زعلان مني في حاجه؟ فهمتوا يعني ايه بولينج بوينت؟ فهمت يعني ايه بولينج بوينت؟ بالله عليك فهمت؟ ان شاء الله تكون فهمت. طب صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ماشي. اسالك سؤال بقى معلش. اسالك سؤال معلش. هو كل ما الارتفاع يزيد يعني كل ما الالتيتيود يزيد. التيتيود ماشي. ايه اللي بيحصل للبولينج بوينت؟ بتزيد ولا بتقل؟ كل ما الالتيتيود يزيد البولينج بوينت تقل، كل ما بطلع لفوق البولينج بوينت تقل. بجد والله. يعني العلاقه ما بينهم ايه؟ ده يزيد ده يقل، صح؟ يبقى العلاقه ما بينهم عكسيه. صعبه؟ حد زعلان من حاجه؟ لا. وعلى فكره علاقه البولينج بوينت بالفيبر بريشر عكسيه. يبقى صلوا على النبي. هل واضح في اي مشكله؟ لا. تعالى نمسك بقى ثالث حاجه وهي
تالت حاجه وهي دي خلاص خلصنا الحمد لله، وهي الفريزنج بوينت. نخش عليها دلوقتي. صلوا على النبي. يعني ايه الميه تتجمد؟ يعني ايه الميه تتجمد؟ تعالى اقول لك يا معلم. معنى كلمه فريزنج في حد ذاته تجمد. يعني ايه تجمد؟ يعني انا بسقع الميه مش طرفه تتجمد. ايوه، يعني ايه بقى تتجمد؟ تبقى صلبه، ماسكه في نفسها جامد قوي. ايوه، يعني ايه بقى ماسكه في نفسها؟ تعالى اقول لك. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي لو احنا في الشتاء او خلينا في الصيف الاول. لو احنا في الصيف انت وصاحبك ماشيين مع بعض، هل هتنجش صاحبك تقول له يا اسطى انجز يا اسطى بقى ويلا نمشي وكده؟ لا. ليه لا؟ عشان الجو حر. يا اسطى ابعد ايدك يا اسطى، ايه القرف ده؟ ايه العرق ده؟ صح؟ طب لو احنا في الشتاء ايه اللي هيحصل؟ انت وصاحبك هتعملوا ايه؟ اولا بعيد عن انت تبقوا لابسين جواكت، لو الجو ساقع قوي ايه اللي يحصل؟ هتلزقوا في بعض، حرفيا تلزقوا في بعض، حرفيا من كتر السقعه. بص يا اسطى، عارف يا اسطى ايه؟ عارف الوقت الجو اللي لما بيبقى سقعه مثلا، هتلاقي شويه صحاب قاعدين على مصطبه مثلا، او قاعدين على السلم، او قاعدين في على كراسي ايا كان، كله بيبقى ملزق في بعضه، كله بيبقى قريب من بعضه. ليه؟ عشان نتدفى، عشان يحصل ايه يا جميل؟ نتدفى. هو ده اللي بيحصل في الميه بالظبط. الميه هي يا باشا بتبقى عاديه بعيده عن بعض، سقع 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 كول، تقعد تقرب من بعض لحد ما تبقى ماسكه في بعضها. وانس ان الميه مسكت في بعض فبتعمل حاجه اسمها كريستالز. كريستالز دي شكلها عامل ازاي في الحقيقه؟ كريستالز دي شكلها عامل ازاي في الحقيقه؟ مش حقيقه قوي يعني. شفت في الافلام اللي هو الكرتون اللي هي مثلا زي فروزن مثلا، حاجه كده شكل حلو، شكل التلج اللي هو بتاع الكرتون، شكل التلج بتاع الكرتون بيبقى شكل جميل كده وشكله حلو ولذيذ وكيوت يعني. قشطه. بتعمل حاجه اسمها كريستالز، بتمسك في بعضها جامد جدا 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 جدا، ده في حاله ان هي بيور ووتر اصلا. طب الكلام ده بيحصل عند درجه حراره كام؟ عند 0 ديجري سلسيوس. ممكن اسال حضرتك سؤال بقى؟ اتفضل. لو انا جيت قلت لحضرتك دلوقتي، انا دلوقتي مثلا دي بيور ووتر صح؟ لو جيت قلت لك سوليوشن يعني ميه بملح او بميه بسكر، خلي بالك، ميه بملح او ميه بسكر ايا كان، هنفترض حطيت ملح صح؟ الميه عشان تتجمد لازم ميه يمسك في ميه، ميه هي يمسك في ميه، بس في ما بينهم ملحايه، حته ملحايه. اقول تاني، ميه تمسك في ميه، فدلوقتي في ما بينهم ملح. خلاص حلو، هنسقع الدنيا. درجه الحراره بقت 5 ديجري سلسيوس، يقربوا من بعض. درجه الحراره بقت 3 ديجري سلسيوس، يقربوا من بعض. درجه الحراره بقت 0، خلاص بقى يا باشا المفروض بقى الميه تمسك في الميه. ما هو انت عشان تتجمد لازم واحده ميه تمسك في واحده ميه. طب ما هنا في سولت رخم، عيل رخم واقف في النص ما بينهم، يجي يقربوا من بعض ما يعرفوش يمسكوا في بعض. ليه؟ بسبب السولت اللي واقف في النص ده. عند درجه الحراره 0 مش هيعرفوا يمسكوا في بعض. طب انا عايزهم خليهم يمسكوا في بعض، اعمل ايه؟ اسقع اكتر، فخلي درجه الحراره مثلا -1. فساعتها ايه اللي يحصل؟ ساعتها مثلا الميه تقرب اكتر من الميه الثانيه وتزق الملح لتحت. انزلي تحت يا حيوانه، مش عايزينك دلوقتي، احنا الجو حر او الجو ساقع قصدي هنا. احنا الاثنين نمسك في بعض، عملنا ايس يا جميل، عملنا تلج. حلو. طب الملح عملوا فيه ايه؟ هو غيروا الدايركشن بتاعه او غيروا اتجاهه، مالناش دعوه بيه. غيروا اتجاهه فمسكوا في بعض. بس لو انت خدت بالك، انا بدل ما اتجمد عند درجه الحراره 0، ده انا اتجمدت عند -1. لا، ده انا ممكن اتجمد عند -2. ده بتعتمد على ايه؟ على حسب عدد الملح الموجود. كل ما الملح يكتر كل ما هتسقع اكتر، كل ما الملح يكتر كل ما تسقع اكتر، كل ما الملح يكتر كل ما تسقع اكتر. قشطه. يبقى صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى قاعده سهله وبسيطه. بص يا معلم، از السولت كونسنتريشن يزيد، ايه اللي بيحصل؟ يعني معناها ان عدد الايونز مش تقول يزيد. فده معناه ان عدد الايونز زاد. حلوه مش تقولي قوي، فهمتك. ركز بقى. فالفيبور بريشر يحصل له ديبريشن، انخفاض. البخار ما يتبخرش، ما يرضاش يتبخر، ما يغليش، يعني ما يخليش البتاع يغلي بسهوله، يخلوش يغلي بسهوله، فالبويلنج بوينت بتزيد. ما يتبخرش، ما يغليش، ما يعملش ايه تاني؟ ما يتبخرش، ما يغليش، ما يتجمدش، يعني الفريزنج بوينت بتاعتنا هي كمان تقل.
هو ده الكلام، هو ده الكلام. يحصل ديبريشن، يحصل اليفيشن، يحصل فريزنج يعني تجمد. الفيشن ايه؟ هنا بيتقل صح؟ ديبريشن هي كمان. يحصل انخفاض. حاجه صعبه؟ حاجه صعبه؟ اتمنى تكون لا. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. مش درجه الحراره عندي هنا بتقل؟ في الفريزنج بوينت درجه الحراره بتقل صح؟ طب نستخدم الخاصيه دي في ايه؟ يعني ايه اللي يخليني استخدم الخاصيه دي؟ يعني اخلي الميه بدل ما تتجمد عند صفر، لا ده تتجمد عند -5 مثلا، -6 مثلا، -7 مثلا. استفاد منها في ايه؟ تعرف بيعملوا ايه؟ بجد والله في الدول الاوروبيه، في اليوروب كانتريز وكده، الدول اللي هي بيبقى فيها ايس سنو ثلج، بيعملوا ايه؟ والدنيا بتمطر في الاول، او لو درجه الحراره ساقعه مثلا، لو الدنيا بتمطر وهم عارفين ان في الايام الجايه هتبقى درجه الحراره -3 -4 -5 الكلام ده، فبيعملوا ايه؟ بيجيبوا المطر لما المطر تنزل بيعملوا ايه بقى يا معلم؟ بيمشوا عربيات في الدوله، بيمشوا العربيات دي بترش ملح على الميه. ليه بترش ملح؟ كل ما كميه الملح بتزيد كل ما الفريزنج بوينت تقل، يعني الميه ما بتتجمدش بسهوله. اصل احنا مش عايزين نخلي فيه ثلج، الثلج لو بقى مغرق الطرق العربيات مش هتعرف تمشي، المصالح هتقف، مصالح الناس كلها هتقف. فهم بيرشوا سولت على الووتر في اليوروب كانتريز علشان الميه ما تتجمدش، علشان ما يبقاش فيه سنو، عشان ما يبقاش فيه سنو. حد زعلان مني في حاجه؟ حد مش فاهم الحته ديت؟ لا اتمنى تكون لا. تعالى بقى نمسك اخر موضوع. ده اللي احنا قلناه، ده هنا بيحصل له elevation صعود، هنا بيحصل له depression يعني انخفاض. اخر بقى موضوع والحوار يبقى خلص والحصه هتبقى خلصت، والموضوع ده مش هياخد مننا حاجه، 5 دقايق ان شاء الله. يحصل depression انخفاض او lowering depression. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. قشطه قشطه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. لو جيت قلت لك بقى اخر خاصيه، وهي خاصيه اسمها الاسموزس. ايه الاسموزس دي؟ بص يا معلم، بص يا معلم، اسالك سؤال الاول. لو انت كلت شيبسي كتير، او مثلا في شم النسيم كلت ملوحه، كلت رنجه، كلت فسيخ، الحاجات دي، بعد ما بتاكل وتشرب او كلت شيبسي كتير تبقى عايز تعمل ايه؟ اول حاجه بتبقى عايز تعملها ايه؟ اول حاجه لو كلت لب كتير او شيبسي كتير او اي حاجه مالحه انت عايز تعمل ايه؟ عايز تشرب ميه صح؟ ايه ده؟ هو انت اللي بتبقى عايز تشرب ميه، ولا الفسيخ ولا الشيبسي ولا الحاجه المالحه اللي انت كلتها دي هي اللي عايزه الميه؟ ايه ده؟ مش تقول يعني انا دي مش يعني شرب الميه ده مش بارادتي؟ لا يا باشا مش بارادتك. الحاجه المالحه اللي انت دخلتها جسمك ديت انت زودت ملوحه جسمك. الملح كلب الميه. يعني ايه كلب ميه؟ يعني يحب الميه زي عينيه. انت تدخل ملح في جسمك الملوحه في جسمك تزيد، السالينيتي تزيد. سالينيتي يعني ملوحه، سالينيتي يعني ملوحه. كل ما نسبه الملوحه تزيد في جسمك كل ما تعوز تشرب ميه كتير. اوكي ماشي. فهنعمل ايه يا باشا؟ هنجيب كوبايه كبيره شويه، ونجيب حاجه اسمها نجيب زي كيس كده، بس هو مش كيس، اعتبره كيس مخروم بس هو مش كيس يعني. هي حاجه يعني فاهم، مخروم خرم صغير قوي 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 قوي. الكيس ده هنحطه فاصل في الكوبايه ديت. طب الكيس ده بنسميه ايه؟ بنقول عليه اسمه ممبرين يعني زي جدار كده، بس بما ان هو مخرم صغيره جدا 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 حرفيا انت ما بتشوفهاش بعينك، بنقول اللي هو سيمي بيرميبل ممبرين. يعني سيمي يعني شبه، بيرميبل يعني شبه منفذ، يعني تقريبا بيسمح، بيتحكم مين يعدي فيه ومين ما يخشش فيه، مين يخش ومين ما يخشش، يتحكم مين يخش ومين ما يخشش. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انا معايا الكوبايه ديت عباره عن كوبايتين ميه. هنا مدوب كميه الملح دي بس، هنا انا مدوب ملح كتير جدا 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 جدا. حلو. ايه اللي يحصل؟ مش ده سيمي بيرميبل ممبرين يعني الجدار بيسمح بتحكم الحاجه؟
مين اللي عنده ملح اكتر، اليمين ولا الشمال؟ اليمين طبعا. فايه اللي يحصل؟ ففي حركه، فالميه انا قلت لك ان الحته اللي فيها ميه، الحته اللي فيها ملح تحب الميه، او المعنى اصح الميه تروح للملح، الميه بتروح للملح، الميه تحب تروح للملح، الميه تحب تروح للملح، الميه تحب تروح للملح. يعني الملح بيطلب ميه، الملح يطلب ميه، فالميه تروح له. فالميه هتعمل ايه؟ هتمشي من النص اللي ما فيهوش ملح كتير تروح للنص اللي فيه ملح كتير. اقول تاني، تمشي من النص اللي ما فيهوش ملح كتير تروح للنص اللي فيه ملح كتير. الميه تمشي، الميه تمشي من هنا تروح للناحيه الثانيه. الميه تمشي من الحته اللي فيهاش ملح، الحته اللي ما فيهاش ملح تروح للحته اللي فيها ملح. بامانه والله، الحته اللي ما فيهاش ملح بقول عليها ان هي فيها ميه كتير، فبقول عليها هي حته خفيفه، يعني ما فيهاش ملح كتير. دايل يو تبدا حته مخففه يعني ما فيهاش ملح كتير. الحته اللي فيها ملح كتير بقول عليها ان هي مركزه، كونسنتريتد. فعمليه الاسموزس، ايه الاسموزس دي؟ كونسنتريتد. الاسموزس هي عمليه موفمنت، حركه بتاعت الووتر فروم الدايليوتد سوليوشن تو الكونسنتريتد سوليوشن للمركز. الحته بتتحرك من الحته اللي ما فيهاش ميه، اللي ما فيهاش ملح كتير، تروح للحته اللي فيها ملح كتير. قشطه قشطه. حد عنده اعتراض؟ ماشي. الحته اللي ما فيهاش ملح كتير بقول ان هي عندها ضغط اسموزي قليل، يعني ما فيش فيها ضغط بمعنى اصح، ما فيش فيها ضغط. هنا الدنيا زحمه فهنا البريشر عالي، هنا الدنيا فاضيه، محل زحمه محل فاضي. المحل الفاضي بقول عليه خفيف، محل خفيف دايليوتد. المحل المليان بقول عليه كونسنتريتد. ماشي، لو انت خفيف فبقول ان انت عندك لو اوسموتيك بريشر. طب لو انت مليان عندك هاي اوسموتيك بريشر. يبقى الميه بتمشي من مين لفين؟ من لو لهاي. الميه بتمشي من لو لهاي. يبقى الميه بتمشي ازاي؟ من اللو للهاي. اتش لا، الميه بتتحرك من لو اوسموتيك بريشر، من ضغط قليل، او بمعنى اصح لو كونسنتريشن للسولت، للهاي اوسموتيك بريشر او الهاي كونسنتريشن بتاع السولت. حلو. يبقى صلى على النبي، صلى على النبي. كده كل ما الملح يزيد ايه اللي بيحصل للاسموتيك بريشر؟ هو كمان بيزيد. كل ما كميه الملح تزيد هو ايه اللي بيحصل للاسموتيك بريشر؟ هو كمان يزيد. حد زعلان مني في حاجه؟ ان شاء الله يكون لا. نقول تاني. تمام. يبقى شكل الميه الجديد بقى يبقى عامل ازاي؟ ده بجد ده اللي هيحصل بقى. ايه اللي هيحصل؟ ده صح؟ الميه هتمشي من هنا تروح للناحيه الثانيه. فهنا بقى الميه كتير اكتر من الناحيه الثانيه. بس يا سيدي وقامت معيطه. هل في حاجه صعبه؟ ان شاء الله يكون لا. هل لو في اي مشكله؟ لا. يبقى الاسموتيك بريشر ايه اللي هيحصل له؟ كل ما نزود السولت ايه اللي بيحصل؟ كل ما نزود السولت كونسنتريشن الفيبر بريشر بيقل، البويلنج بوينت تزيد، الفريزنج بوينت تقل، الاسموتيك بريشر بتزيد. يعني ايه اسموزيس؟ هي حركه الميه من اللو للهاي، اللو كونسنتريشن للهاي، من اللو بريشر للهاي، من اللو كونسنتريشن للهاي، من الدايليوتد للكونسنتريتد. قشطه قشطه. الاسموتيك بريشر هي كمان بتزيد. حد زعلان؟ هم دول الكوليجيتيف بروبرتيز بتاعت اي حاجه دايبه. فل. اتمنى لكم فل. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. وبس يا سيدي، وبكده احنا كنا خلصنا ايه بقى؟ خلصنا الدرس في المعاصر، الدرس الرابع. بس دي المحاضره الثالثه بتاعتنا. قشطه. في المعاصر ده الدرس الرابع، بس دي المحاضره الثالثه بتاعت مشتولي. المهم بقى المحاضره الجايه مهمه جدا 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 جدا. المحاضره دي كانت سهله وهتعرف تحل، اقسم بالله هتعرف تحل، اقسم بالله هتعرف تحل. لو كتبت اللي انا قلته وذاكرت اللي انا قلته وعملته كويس هتعرف تحل بسهوله جدا، بس تبقى فاهم. الحصه دي عايزه فهم. قشطه قشطه. اشوفك المره الجايه على خير. الحصه الجايه المحاضره الجايه
المحاضرتين الجايين اصلا مهمين جدا 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 جدا. واحده فيهم فهم والتانيه حفظ صرف. واحده فهم والتانيه حفظ صرف. تمام تمام. ثانيا هحاول عشان انا ما بعرفش، انا وحش في التكنولوجيا شويه. هحاول اجيب السلايدز دي اللي هي اللي انت شايفه ده، هحاول اعملها، هحاول اخرجها من الشاشه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما اعرفش. احاول اخرجها من الشاشه واسمه ايه، واحطها مع الفيديو. قشطه. اتمنى تكون قشطه. القاكم الحصه الجايه على خير. الحصه الجايه مهمه جدا 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 جدا، واللي بعدها مهمه جدا 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 جدا. قشطه قشطه. اشوفك الحصه الجايه على خير. يلا مع السلامه.